واحد شويه. دخليني. وعليكم السلام اخي كريم. الله يفتضل. وعليكم السلام. دير يا شيخ، الله يبارك فيك شويه. الله يعزك. الله يجبرك شيخ. امين. اسمعني يا اخي معاذ، بغيت تولي معالج. السؤال لماذا؟ باش تنقذ الناس. جيد ما شاء الله. وعندك شحال السن ديالك؟ 17 سنه. معاذ تقول لي السن ديالك بصراحه شحال السن؟ حيت هو باقي ما صايبش لاكارت. شحال السن ديالك؟ 18 عام عندي، على حساب باقي ما صايبش لاكارت، خاف اللي ما تقبلوش ولا شي حاجه. لا 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 ماشي مشكل، لا ماشي هكذا. انت في مقام ولدي. اسمعني نقول لك ولدي معاذ، انا ولدي سميتو معاذ. اسمع مزيان، الرقيه انت حامل لكتاب الله ما شاء الله، جيد، وعندك شهاده وهذا عندك تزكيه وكذا، جيد. فاما الرقيه سهل باش تاخذ الرقيه، لكن الصعب هو اللي ما كيتعطاش، هو الهمه، هو الاراده، هو الحب للميدان. هذا ما كيتعطاش، هذا هو سر النجاح، ما كيتعطاش. هذا لا كان فيك انت راه فيك، ما كانش فيك ما غاديش يمكن. فهمتي ولا لا؟ خاصك تولي خاصك تكون عندك النيه انك باغي تحب هذا المجال. انت ما شاء الله 17 سنه وحامل لكتاب الله، يعني عندك المقومات. خاصك نرشدك شنو غادي دير. انا غادي تلتحق بالمركز، نتصل بهم من دابا، يوميا تحضر. الراقي اللي غيكون جلس في اليمين ديالو باش تشوف، لان هذه الرقيه ما كتقراش في الكتب، كتقرا في الواقع. فهمتي ولا لا؟ دوز عندهم واحد المرحله، حنا ما نطلبوا منك لا فلوس لا والو، حنا غنعلموك لله عز وجل، ينفع الله بك البلاد والعباد. لكن شوف، حط في الهدف تاعك ماشي دابا، هو المستقبل. يوميا الراقي اللي غادي يكون في المركز تستافد منه وتتعلم منه، لكن حاول كل نهار تخرج بفائده. من بعد تولي عندك الجرأة انك انت اللي غادي تقرا، لان انت الحمد لله ما شاء الله حامل كتاب الله. لو ان كل هذو اللي حاملين كتاب الله توفقوا انهم يتفقهوا في الرقيه، لكن خير كثير جدا. وانا عارف شنو كنقول، وهذه هي السياسه اللي بغينا نمشيو فيها، ان الاولى هم الشباب اللي حاملين كتاب الله. يعني من غدا يمشي الاناسي، وانا غادي نتكلم معاهم، نعطيهم برنامج اللي كيفاش يتعاونوا معك. الا صبرتي وبقيتي ملازم المركز على الاقل الان، يعني هو رمضان وشوال ذو القعده باذن الله، ذو الحجه، راك ان شاء الله بديتي كتوفق باذن الله عز وجل. انا نقول لك حينها تبدا انت غتكون عندك القدره انك انت تفهم شنو التشخيص وتبدا تستقبل الحالات بيديك. ولا صبرتي عاوتاني واحد 6 شهور على عام، عام ونص، غتبدي دخلتي في اطار الرقيه، ولكن دخلتي بقوه، عندك الاسس. ماشي واحد من، اسمح لي هذا اللفظ كيقولوا، من الحمار للطياره، كيجي من البار ما يمكنش. او هنا كيولي الخلل، انسان كيولي باغي كان امام في الشر كيولي بين عشيه وضحى ولا باغي امام في الخير. لا، الارتقاء، وكيتو عندك الاراده والهمه في ديال الخير. المهم هادشي غادي نرتبوه غدا ان شاء الله. يمشي اناسي التحق بهم وقت ما جيتي مع 9 ولا 10 ماشي مشكل، تبقى مع المعالج اللي غادي يكون غنوصيهم كاملين يتهلاو فيك. ومن بعد غتكون جلسه معايا انايا. ما تخافش، راه ما تخاف، ما تزدش، راه الامر راه ساهل صافي. فين كتسكن؟ هو كيسكن في مكانسه انا في سديمون. وشكون اللي غيدي ويجيو؟ ماشي مشكل يدبر لنا، حيت الا كنتي اسمع، الا كان عندك مشكل في التنقل ممكن تكتفي غير ب3 ايام في الاسبوع. فهمني مزيان، الا كان عندك مشكل في التنقل ممكن تكتفي غير ب3 ايام في الاسبوع، بحال تجي نهار لا باش ترتاح. ولكن النهار اللي غتريح فيه في الدار غنعطيك شنو تحفظ فيه. انت حافظ القران، هذا القران ما تحفظتيه، ولكن شنو اللي غيولي صعب هو كيفاش تجيب ايات ديال حاله معينه. بحال مثلا حافظ البقره، حافظ ال عمران، حافظ النساء، حافظ، ولكن ملي غنبغي نجيب ايات العلم كلها انا غيولي خاص عقلك يعتاد يتحرك. بغيت نجيب ايات مثلا ديال الخروج، ايات ديال النار، هنا خاصك عاوتاني العقل اللي هو يعتاد واحد النمط. انت حافظ القران، اذا خاصك غير تاخذ الايات تكون مكتوبين
وترجعو باش يولي عندك واحد التوجه. ملي يكون الراقي انت تولي احسن منه. ملي كيقرا مثلا هو آية العين، انا حافظ القرآن، كيولي قدامي آية العين كاملة، آية الحسد كاملة، آية السحر كاملة، آية الشفاء كاملة، آية. ولكن شنو غنحفظهم؟ انا حافظ القرآن وكاين الترتيب ديالهم، لكن غنستافد من المعالج امتى كنسقطهم. يعني النهار اللي تكون مريح في الدار غنعطيك البرنامج اللي غتمشي عليه، والنهار اللي غتكون معاه غتنسى ديك الامور غير كتفرج فيه. خذ العصاره ديال عطيتك في الدار ديالو هو، على بين الفترات غتجلس معايا نعطيك المقوت تمشي عليها، كون على يقين سيحسب لك حساب في المستقبل. وكاين الا مشيتي بنيه صالحه في هذا المجال حسان لك ماشي شي امور اخرى واضحه. صبر عليها، صبر عليها باذن الله، غرسها وصبر عليها غتاخذ الثمار ديالها صافي. سير الله يسخر. اذا غدا يجي الاناسي الا كان عنده مشكل ديال التنقل نهار نهار لا، وحاول تحركوا شويه كيبان هو مزيان حشومي وكذا، ولكن مزيان. لكن الرقيه تبغي الادب والاخلاق، لكن تبغي كذلك الجرأه شويه، وهذا مع الايام غادي تعرف صافي. سير الله يوفقك. بالنسبه لك المساله ديال الوالده ديالي، شنو عندها هي الام ديالك؟ سرطان. فاش؟ عندها سرطان ديال غدة الدرقية. الغدة الدرقية. المهم دارت العملية هنايا، حيدوا لها 2 ديال الورم تقريبا، ودابا بقات داك الميكروب كتشرب واحد الفريق، قالوا لها ما تحيديش تقريبا. كطيحية عندها أعراض؟ عندها أعراض، خدم لها الرقية كتبدا تبكي وكتحس بها في شعر. ايوا صافي عندها الأعراض. شوف طيب غدا شنو؟ غدا نهار الخميس، نهار الخميس اللي كتبغي تجيبها جيبها على الأقل نعرف شنو عندها التشخيص، ونوصي السيدات عندنا مع الحجام وكذا ونساعدوك بعدا كنا نخدم بداية. لا 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 صافي، خلي هذاك خليه عندك. أنا الثقة هي اللي كاينة. أنت غير تحقق دابا الأمور سهلة سي معاذ. 17 عام 3 سنين بحال غمضتي عينك، إلا خدتيها باش تاخذ واحد وتدخل بقوة وأنت مستعد. أول حاجة عندك غير واحد 6 شهور حتى العام وغتولي خدام كتصور فلوس، ماشي هو الهدف. ولكن المشكل اللي عند الرقاة علاش ما وصلوش، كيولي كيفكر في الحالة كمادة مادية ماشي كمادة علمية. وهنا الفرق. انت لا خدتيها مادة غير باش تقرا باش تسير مع امورك، ولكن كتاخذ واحد الاساس ديال 3 سنين، كون على يقين غتلقى راسك ملي غتدخل فايت بزاف ديال المعالجين. للاسف الشديد كاينين دابا ولكن ما عندهمش هذا المواد. فهمتوا ولا لا؟ راه حتى الماده في الرقيه ماشي مشكل، راه اي راقي راه خدام، ولكن الاشكال هو في البضاعه. الا بغى يوصل خاص يكون عنده الاساس قليل. المنتوج اللي كيخرج هذا هو اللي كاين. فهمتي ولا لا؟ فغير صبر انا معك دقه دقه، حيت ماشي انت غيكون معك شي 5 ولا 6 ولا 10 غتكون موانسي. سير الله يسخر. لا ماشي مشكل، هذا واجب عليه. سير صافي الخميس جيب ان شاء الله. ان شاء الله. وحتى مساله التنقل راه هما يعطوك ماشي مشكل. سير الله يسخر. اما الخميس جيب مع قدك، مع قدك 11 جيب عندنا ان شاء الله. الله يجازيك. الله يسخر لكم. امين. ماشي مشكل. ديالي عطيني صافي. شكون؟ بارك الله فيك. قول لها تلبس وتستنى واحد شويه. قديها واحد شويه. نعم هذيك. لبسها وتستنى واحد شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اي نعم، ان شاء الله نطلب الله تعالى يوفقنا. انا خديت على نفسي ان شاء الله تعالى شي 10 ديال طلبه اللي حاملين كتاب الله، شباب في عمر 16 17 18 19 حتى 20 سنه، حاملين لكتاب الله عز وجل، عندهم يعني تزكيه في هذا الامر، عندهم شهادات في هذا الامر، او سبق لهم الحصول على شهادات في مسابقات حفظ القران وتجويد القران. هم اولى ان شاء الله يرفعوا الرايه في الرقيه. فخديت على نفسي يكونوا هم اصلا ما شاء الله حباهم الله بتاج الكرامه، وحب والديهم بتاج الكرامه، وانهم حاملي كتاب الله عز وجل. فافتح مراكزي لتعليمهم الرقيه الشرعيه باذن الله، وهذه صدقه جاريه. ثم كذلك تعليمهم بعض الامور الفقهيه والامور العلميه باذن الله عز وجل.
والإشراف على هذا في سبيل الله. الغاية من ذلك هو أن نخرج، لأن حتى الصدر الذي وعى وجمع القرآن لا تخشى عليه في الغالب، يكون بإذن الله عز وجل طيب بإذن الله في الغالب، لأنه سهر الليالي من أجل القراءة ومن أجل اللوحة ومسح اللوحة ورجع الفقيه وقرأ الثمن وقرأ الربع وقرأ النص وهكذا. فهذه من يسير في هذا السن لا تخشى عليه في الغالب. يعني هؤلاء أرى أني إن شاء الله تعالى أتكفل بكل عام ب10. جميل. نحن نعلم الناس الآن، عامة الناس والتلمذ على أيدينا في الرقية في المشرق والمغرب وفي المغرب كذلك، لكن يكون نخبة قريبة مني، شباب طلبة حامل كتاب الله، وتصبح كل سنة باسم الجمعية فوج 10 حامل كتاب الله دارسين الرقية بأصولها بإذن الله، وكذلك اجتهادها. ولما لا حتى النساء إذا كانت أخوات حاملات لكتاب الله عز وجل مرحبا. فهذا بإذن الله قلته قبل مدة وناسر عليه بإذن الله. نعم، العقيدة الصحيحة والعلم والفقه بإذن الله والعلم النافع والرقية الشرعية، وبهذا نخرج رقاة شرعيين حقيقيين حامل كتاب الله يزاحمون الساحة حتى كلهم بصمة بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن للأسف الشديد حتى أنك تسعى بإصحاح السير لابد يكون شيء من الذكاء. وأرى أن هذه الخطوة التي هي ربما تكون موفقة بإذن الله عز وجل، لأنه يصعب عليك تأطير أو أنك تدعو بحتها ناجرون، لكن قل اعملوا، العمل ليس الكلام. فبإذن الله تعالى ما شاء الله عندنا في المغرب شباب يعني فتية آمنوا بربهم وزادهم هدى، حامل كتاب الله عز وجل، يحفظون القرآن عن ظهر قلب ومتقنين القراءة والتجويد. لكن لما لا يكونوا جالسين في البيوت؟ لما لا يكون هؤلاء هم يرفعون مشعل الرقية بحق، وعندهم تزكيات وعندهم شواهد وعندهم كذا شهادات؟ فبإذن الله نمدهم بما علمنا الله وينفع الله بهم. ولما لا تفتح لهم مراكز؟ نحن كنا لنا السبق بإذن الله في دعم حاملي كتاب الله، والمراكز إن شاء الله ييسر الله تعالى أمرها سهل بإذن الله. في كل مركز 3 أو 4 حاملي كتاب الله عز وجل طلبة شباب، ويجتهدون بالليل والنهار إن شاء الله عز وجل، ونحرص على أن نعلمهم الرقية بصغيرها وكبيرها إن شاء الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل حجز لي موعد وسأخبرك بأمور خطيرة، أنا صادق. طيب تواصل معي على الخاص، تواصل معي على الخاص بإذن الله. طيب آمين، تواصل معي على الخاص بإذن الله عز وجل. الله يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته، آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله. ابقوا معنا إن شاء الله، سأقف هذا البث ونبدأ بث جديد مع الطبيبة الجزائرية التي يكسر الجن والشياطين ضلاعها وعظامها. سيكون بث مباشر بالصوت والصورة معكم بإذن الله عز وجل. ابقوا معنا بإذن الله. الآن إن شاء الله نبقى بث مع مباشر بإذن الله من قاعة الرقية مع هذه الأخت الطيبة. ادعوا معها، ماشي غير تفرجوا، ادعوا معها بالشفاء، وادعوا معنا يوفقنا الله وينصرنا على الأعداء. ادعوا معها من قلوبكم، لأنها تعاني معاناة قوية جدا، تعاني صراحة معاناة لا أحد يراها هنا إلا ويبكي ويدعو معها، لأنها في محنة قوية جدا صراحة.